اللي قدامك في الصورة دول واحد اسمه شامبيون والتاني اسمه سيمسون. دول شغالين عمال صيانة المحولات الكهربائية. في عام 1967 طلعوا الاثنين علشان خاطر يعملوا صيانة لمحول كهرباء. واحد فيهم طلع قبل الثاني. بعد ما طلع ووصل وهو مربوط في الحزام اللي حضراتكم شايفينه ده، المحول يضرب صعقة كهربائية بقوة 4000 فولت. وللعلم الكرسي الكهربائي اللي كان بيستخدم في الإعدام القوة بتاعته 2000 فولت، ولكن رغم قوة الصعقة الكهربائية اللي ضربته وخدها فضل متعلق في الحزام ما وقعش بسبب حزام الأمان اللي هو ربطه حواليه. وهنا صديقه التاني هو طالع وراه بص شافه، ما نطش وسابه ومشي، لا ده طلع بسرعة عليه لغاية ما وصل له وراح مميله عليه وفضل يديله تنفس صناعي عن طريق البق. ودي اللي بتسمى بقبلة الحياة، وتسمت قبلة الحياة بعد الموقف ده. وده لأنه ما كانش عارف يعمله الانتعاش القلبي اللي هو CPR اللي هو انعاش القلب، ففضل يديله الهواء عن طريق الفم علشان خاطر يوصل الهواء للرئتين. بالفعل صديقه ابتدى قلبه ينبض وحس بنبضات القلب الصديق الثاني، فراح فاكك حزام الأمان وراح شايله على كتفه